صاحبي سألني فين بتصلي فين، فقلت له في الأوضة دي. دخلت لقيتها المصلية باصة للناحية دي بدل باصة من الناحية دي للقبلة. قلت له يا ابني انت عبيط، مش تسألني القبلة فين بدل ما تصلي غلط. قال لي ما انا فتحت الابلكيشن ولقيت ان القبلة كده. اول ما جيت الشقه برضو كنت فتحت نفس البرنامج والبرنامج قال لي ان القبله كده. ان القبلة الطريق اللي هو بيقول عليه فعلا، الاتجاه اللي هو بيقول عليه. يعني ده معناه ان انا بقالي حوالي سنتين بدي ظهر الكعبة وانا بصلي. انا ما اعرفش ده محسوب ولا لا. صلاتك اللي فاتت اللي هي طول السنتين او السنتين ونص اللي انت صليتها عكس القبلة دي صلاة صحيحة وسليمة، ومش واجب عليك انك تعيد. قول اغلب العلماء وقول جماهير الامة. يا جماعة لو واحد اجتهد او سأل حد على القبلة وبعد كده صلى لجهة معينة معتقد ان هي دي القبلة، بعد كده اكتشف ان مش هي دي القبلة، دي فيها قولين لأهل العلم. القول الأول قول الإمام الشافعي إن هو ينبغي عليه إن هو يعيد الصلاة مرة تانية. يعني على قول الشافعي أخونا ده لازم يعيد الصلاة اللي هي السنتين ولا سنتين ونص مرة تانية. في كتاب المنهاج ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأزهر، يعني قضى الصلاة، يعيد الصلاة مرة أخرى. لكن قول أبي حنيفة، قول مالك، قول الإمام أحمد بن حنبل والشافعي في قول آخر له إن هو لا يقضي الصلاة اللي فاتت. ابن قدامة في المغني قال وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة. ليه الجمهور قالوا ما تعيدش الصلاة؟ إنك أنت ما قصرتش في حاجة. سألت الابليكيشن وده حاجات احترافية المفترض إنها ما بتخطأش، وأنا ما أعرفش ده حصل معاك إزاي. فأنت ما قصرتش في حاجة، فأنت أتيت بالصلاة على وجهها. ولو اعتبرناه إن ده خطأ أو سهو عن غير تعمد، ربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا ليه بنقل الأقوال؟ عشان لما تسمع حد بيقول بقول آخر تمام تعرف الخلاف جه منين. المسألة خلافية. أغلب العلماء بيقولوا لك ما تعيدش الصلاة اللي فاتت وصلاتك اللي فاتت سليمة وصحيحة، وركز في اللي جاي يا بطل، ونبص في الموبايل كويس بقى ماشي. مش كل شوية هتتعب قلبنا معاك وتوجع قلبنا معاك ونطلع نشرح لك. بهزر معاك طبعا. ربنا يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم ان شاء الله. السلام عليكم. في حاجة دلوقتي مشهورة اسمها ترند عريس الجنة. الموضوع باختصار طالع على الشباب اللي بيسوقوا الموتوسيكلات بتاعتهم بسرعة جنونية بعدين يعمل حادثة ويتوفاه الله رحمة الله عليه. أسرته وأهل منطقته بيعملوا له صورة كبيرة على مدخل الشارع مثلا وبيكتبوا عليها عريس الجنة. تقابلوا كتير من شباب السوشيال بحالة من الإنكار والاستهجان والسخرية. أولا السرعة الجنونية أو كسر السرعة المحددة من عند الدولة ده لا يجوز، إنك أنت بكده بتخالف ولي الأمر وبتعرض نفسك وغيرك للخطر. بيموت في حاجة زي كده يبقى عاصي ومذنب وآثم أمام الله. مش من حق أهلهم أو أي حد في الدنيا يحكم على حد إن هو عريس في الجنة ولا موجود في النار، إنما يدعي لهم بالرحمة ويقول لو قال هم في الجنة بإذن الله. لكن برضه ما ينفعش أقابل موضوع زي كده بسخرية واستخفاف. أيوة واحد مات على معصية وأهله بيحكموا ده غلط إن هو عريس في الجنة، فأنا أقابل ده بسخرية واستخفاف وإنكار وأنفي إن هو في الجنة، ده اسمه كبيرة من الكبائر وتألي على الله. انت كده عملت زي العبد الصالح اللي قال لشخص قائم على المعصية والله لا يغفر الله لك، فربنا غضب وقال من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عمله. حتى لو مات وهو عاصي ربنا قادر ان هو يدخله الجنة ويدخلك انت النار. اما الامور اللي زي كده احنا بنبين فيها الأدلة الشرعية من غير سخرية. السخرية ملهاش مكان وسطنا. ولا يسخر قوم من قوم زي ما انتوا عارفين. المفترض احنا واجبنا تجاه الشباب اللي بيسوقوا الموتوسيكلات او العربيات او اي حاجه بسرعه جنونيه ان احنا ننصحهم برفق ولين مش بشده. يمكن يسمعونا وننقذ حياتهم ونمنع خطرهم على المجتمع. في النهايه اسال الله عز وجل ان يهدي الشباب من التهور، يرحم من مات منهم ويصبر اهاليهم يا رب، ويرزقنا واياكم حسن الدعوه ولين الخطاب.